معنى أن تكون مصرياً. الوعي بمصريتنا والانتماء إلى وطن مصري قوي هو خطوة أولى لابد منها. نحن المصريين نحب بلادنا ولا نقبل مطلقاً أن ننتسب إلى وطن غير مصر. أقمنا في مصر وطناً لنا وعقدنا معها عقد صدق ترزقنا من خيرها ونقوم على مصالحها ونفدي شرفها بأرواحنا. فمن النظر اليسير الذي لا يزال يحب الانتساب إلى قوم غير المصريين كالعرب وغيرهم إلا ناكث عهده ومتاجر بشرفه. فالذي يعيش في مصر يجب أن يدفع ثمن هذه العيشة الراضية محبة لها وحنانا عليها، وأقل أقدار المحبة عدم عقوقها والانتساب إلى غيرها. أرأيت أنه يحل للمرء أن يقطع نسبه لعائلته إذا وقعت في الضعف أو الفقر، ثم هو بعد ذلك يعتبر نفسه رجلا شريفا. وما قوم الرجل إلا عائلته الكبر. أليس إقرار المصري بانتسابه إلى العربية لا يدل إلا على أنه يحتقر وطنه وقومه، وما الذي يحتقر قومه إلا محتقر لنفسه؟ أن الانتساب إلى مصر لا يمكن أن يكون عاراً، فإن مصر بلد طيب قد ولد التمدن مرتين وله من الثروة الطبيعية والشرف القديم ما يكفل له الرقي متى كرم أهله وكرمت عليهم نفوسهم وكبرت أطماعهم فاستردوا شرفه وسموا به إلى مجد آبائهم الأولين. قوميتنا أولها أن نكرم أنفسنا ونكرم وطننا فلا ننتسب إلى وطن غيره ونخصه وحده بكل خيرنا وكل منافعنا ونحيطه وحده بكل غيرتنا، فما هو أصغر من أن يصبح من أعلى الممالك ولا أكدب من أن يصير من أغنى البقاع. أن رقي مصر لا يجيئها من الخارب بل هو نتيجة عمل أبنائها، وأن الاتكال على غير المصريين في حل المسألة المصرية لمصلحة مصر ضرب من العبث. لو كان الإغريق حينما ملكهم الأتراك خرجوا من قوميتهم ونبذوا حفائظهم الجنسية واحتقروا الانتساب إلى بلادهم ونسوا أنهم اليونان، لبادت شخصيتهم والماتت في نفوسهم أطماع الاستقلال ببلادهم ولاستحل عليهم أن يستردوا شرفها. كذلك الطليان ضعفوا وتفرقوا ووقعوا تحت حكم النمسا وفرنسا فلم يستردوا استقلالهم ومجدهم إلا باستمساكهم بقوميتهم. فما سمع عن أحدهم أنه قال إنه فرنساوي ولو كان من أصل فرنساوي، ولا قال إنه نمساوي ولو كان من أصل نمساوي، بل كلهم ينتسب إلى إيطاليا ولو أنها ضعيفة مغلوبة على أمرها. ما المصري؟ المصري هو الذي لا يعرف له وطنا آخر غير مصر، أما الذي له وطنان يقيم في مصر ويتخذ له وطنا آخر على سبيل الاحتياط، فبعيد عليه أن يكون مصريا بمعنى الكلمة. ما المصري؟ المصري كل رجل يصف نفسه بهذا الوصف، ولا يحس بشيء ما يربطه بشعب آخر، ولا يعرف وطنا له غير هذا الوطن، مهما كان أسلافه غرباء عن مصر. حين تقف آثار المجد المصري مستقرة ثابتة، شامخة لا تنال منها الأحداث أو الناس أو الزمن نفسه، يتحايل نفر على قلب الحقائق حتى يجد ثغرة إلى النفس المصرية تهز ثقتها أو تشككها في ذريتها، والمصريون يواجهون مثل هذه الحملات أو التحديات بالادفاع أو الصمت. كان من السلف من يقول بأن أرض الإسلام وطن لكل المسلمين، وتلك قاعدة استعمارية ينفع التحدي بها كل أمة مستعمرة تطمع في توسيع أملاكها ونشر نفوذها كل يوم فيما حواليها من البلاد. تلك قاعدة تتماشى بغاية السهولة مع العنصر القوى الذي يفتح البلاد باسم الدين، ويحب أن يكون أفراده كاسبين جميع الحقوق الوطنية في أي قطر من الأقطار المفتوحة ليصل بذلك إلى توحيد العناصر المختلفة في البلاد المختلفة حتى لا تنقض أمة من الأمم المفتوحة عهدها ولا تتبرم بالسلطة العليا ولا تتطلع إلى الاستقلال بسيادتها على نفسها. أما الآن وقد أصبحت أقطار الشرق غرضا لاستعمار الغرب، وانقطع أمل هذه الأمم الشرقية في الاستعمار ووقفت أطماعهم عند حد المدافعة لا المهاجمة، والاحتفاظ بسلامة كل أمة في بلادها من أن تمحى جنسيتها ويفنى وجودها، فإن أكبر مطمع لكل أمة شرقية هو الاستقلال. أما الآن والحال كذلك فقد أصبحت هذه القاعدة لا حق لها من البقاء لأنها لا تتماشى مع الحال الراهنة للأمم الإسلامية وأطماعها، فلم يبق إلا أن يحل محل هذه القاعدة المذهب الوحيد المتفق مع أطماع كل أمة شرقية لها وطن محدود، وذلك المذهب هو مذهب الوطنية. المصريون تدل أقوالهم وأعمالهم على أنه لا دار لهم إلا مصر ولا عشيرة لهم إلا المصريون،
أولئك هم المصريون إلا الذين يظنون أن مصر مستغل وقتي يستغلونه لهم غنمه وليس عليهم غرمه، أو الذين يتمثل الوطن في عقولهم بصورة تجارية لا يخالطها أثر من آثار العواطف القومية. إن بعضنا لا يزال يحب الانتساب إلى بلاد العرب دون مصر، فمن ذا الذي يستطيع أن يسمى هذا الميل ونتائجه وفاء لمصر؟ مصريتنا تقضي علينا بأن يكون وطننا هو قبلتنا، لا نوجه وجهنا شطر غيره. لدينا كل وسائل العمل لمصلحتنا، فلا يعوزنا الذكاء ولا الوطنية ولا الاستعداد. علينا ألا نتواكل على أوهام وخيالات يسميها بعضهم الاتحاد العربي ويسميها آخرون الجامعة الإسلامية. فقد أعذرنا العقل وأبان لنا أن مصر لا تنجو من خطر التأخر والفوضى إلا بقواها الذاتية، وأعذرتنا الحوادث إذ انذرتنا بأن الاتكال على غير المصريين في تحقيق آمال المصريين ضرب من اللعب بالمصالح وحال من أحوال العجز واليأس. لم يأتي لنا الماضي بأن أمة تنظر من سماء قوتها إلى أمة ضعيفة تأخذها بها الرحمة فتطعمها وتسقيها وتدفع عنها مغرمها لوجه الله تعالى.